أهلا بكم مستمعينا الكرام في استكشاف معرفي جديد. اليوم رحلتنا هتكون مع مصدر مميز فعلا. بنتكلم عن مقتطفات من معجم الرياضيين العرب والمسلمين للدكتور بالطيب. أهلا بك. والمصدر ده هو أكتر بكتير من مجرد قائمة أسماء، هو زي ما تقول خريطة معرفية وزمنية بتمتد ل14 قرن. 14 قرن ده زمن طويل جدا، والمعجم بيحاول يتبع الإسهامات العلمية بالذات في الرياضيات لعدد كبير من الشخصيات في العالم العربي والإسلامي. تمام، وهو إرث للأسف يمكن مش واخد حقه قوي في الكلام العام عن تاريخ العلوم، ده اللي بنحاول نعمله النهاردة. بالضبط، هدفنا اليوم إننا نمشي مع بعض في معالم الخريطة دي. هنشوف إيه اللي خلى المؤلف يعمل الجهد الكبير ده، وإيه حجم الشغل اللي عمله فعلاً، ونبص على تنوع الناس والإسهامات اللي في الكتاب ده. خلينا نبدأ من الأول. إيه الدافع؟ إيه القصة ورا المعجم ده؟ شوف، هو الدافع كان في جانب شخصي وجانب علمي. الدكتور بالطيب بيحكي إنه تأثر جداً لما شاف قسم الرياضيات في موسوعة ألمانية مترجمة للعربي. الموسوعة الألمانية دي إيه اللي حصل؟ لقى فيها اسمين بس لعلماء عرب ومسلمين، اسمين 2 بس. معقول؟ اسمين بس في كل التاريخ ده؟ دي لوحدها صدمة تخلي أي حد يفكر. فعلا الموقف ده كان زي خلينا نقول شرارة خليته يحس بمسؤولية إنه لازم يوثق التاريخ ده، فالتزم إنه يحاول يجمع أسماء وإسهامات علماء الرياضيات دول على مدى ال14 قرن. وحط لنفسه هدف مبدئي يمكن يبان بسيط، إنه يجمع 1100 اسم. حسبها حسبة بسيطة كده، عالم واحد كل 5 سنين في كل منطقة من 5 مناطق افتراضية للعالم الإسلامي. بس الحسبة البسيطة دي فتحت عليه شغل كتير قوي، وهنا نيجي لحجم الشغل نفسه. الموضوع ما كانش سهل أكيد. المؤلف بيوصف إن المسألة بقت تجميع يومي للأسماء، وإنه لقى صعوبة يوقف من كتر المادة اللي بيلاقيها. بالظبط، لدرجة إنه تخيل قرر يأجل أسماء كتير هو جمعها فعلا لطبعة تانية جاية. يأجلها؟ ده معناه إن اللي موجود ده مجرد جزء؟ أيوة، ده مؤشر قوي جدا على قد إيه التراث ده غني وقد إيه جذوره عميقة، وإن الكتاب ده خطوة مهمة بس لسه فيه كتير. طيب، الطبعة دي فيها حوالي 1100 شخصية، تم اختيارهم إزاي؟ وإيه المقصود بالرياضيات هنا؟ الكلمة دي واسعة قوي. هو حدد تركيزه بشكل واضح، بيتكلم بشكل أساسي عن علم العدد، الحساب والهندسة والمثلثات والجبر والمقابلة. الجبر والمقابلة، الاسم التاريخي ممكن نوضحها بسرعة؟ أكيد. الجبر والمقابلة هو العلم اللي بيهتم بإعادة ترتيب المعادلات الجبرية وحلها. عملية الجبر كانت إضافة حد للطرفين عشان نتخلص من السالب، والمقابلة هي حذف الحدود المتشابهة من الطرفين. ده كان أساس حل المعادلات زمان. تمام. والمعجم كمان بيذكر أنواع حساب مختلفة زي الحساب الهوائي وحساب الغبار. دي مصطلحات قديمة لطرق الحساب. الهوائي ده اللي هو الحساب الذهني من غير ورقة وقلم، وحساب الغبار كانوا بيستخدموا لوح عليه رمل أو تراب ناعم يكتبوا ويمسحوا عليه بسهولة زي سبورة بدائية كده. المؤلف ركز على الفروع الأساسية دي. طيب، والمجالات التانية اللي بتعتمد جامد على الرياضيات زي الفلك أو علم الفرائض اللي هو المواريث؟ هو قال إنه استثنى الفلك وعلم الفرائض والمنطق كمجالات تركيز أساسية، يمكن عشان يحافظ على حجم الكتاب وتركيزه. بس في نفس الوقت هو عارف كويس إن العلوم دي مليانة رياضيات. أكيد. وعشان كده بنلاقي ذكرهم بيتكرر كتير في تراجم العلماء اللي برعوا فيهم جنب الرياضيات. الفصل مش تام. وفي نقطة تانية في المنهج لفتت نظري، إنه حاول يتجنب مشاكل المصادر التاريخية القديمة. دي نقطة مهمة جدا. هو حاول بوعي إنه ما يعتمدش بس على مصادر ممكن تكون تجاهلت علماء لأسباب مذهبية أو سياسية أو حتى مناطقية. كان عايز يرسم صورة أشمل وأكتر عدل للتراث ده. المعيار الأساسي كان الإسهام في الرياضيات، والتنوع ده هو اللي بيخلي المعجم ممتع قوي. خلينا نمسك أول خيط، الخريطة الجغرافية. التوزيع الجغرافي للعلماء دول مدهش فعلا. الألقاب وأماكن الولادة بتقول لنا إن دي كانت شبكة علمية واسعة. مثلا من الأندلس إسبانيا حاليا بنلاقي أسماء زي علي القلصادي اللي هنتكلم عن إسهامه في الرموز كمان شوية، وده لوحده دليل على حيوية الأندلس العلمية وقتها. وفي كمان أبو إسحاق القيسي الإسباني وخلف الزهراوي الأندلسي وغيرهم كتير. والمغرب العربي
المغرب والجزائر وتونس كان ليهم دور؟ طبعا جدا. بنلاقي إبراهيم السويدي المغربي وأحمد بن قنفذ القسطنطيني الجزائري ومحمد بن إبراهيم الآبلي التلمساني الجزائري. الآبلي ده بالذات كان جامع بين الفقه والمنطق والرياضيات، دليل على حراك علمي قوي هناك. ولو رحنا شرق شوية، المشرق العربي، مصر، سوريا، فلسطين، العراق، برضو في زحم كبير. في أحمد بن نحاس السوري المصري، وأحمد العسقلاني الفلسطيني المصري، وإسماعيل بن المسلم الدمشقي من سوريا. وحتى العراق إبراهيم الشهرزوري الكردي العراقي، واليمن كمان إبراهيم المهدي الصنعاني وأبو بكر الشعبي اليمني. أسماء كتير جداً. والغريب أو اللافت إن الخريطة دي ممتدة أبعد من المنطقة العربية التقليدية. صحيح. بنلاقي إشارات لناس من أفغانستان زي أبو حامد البستي وأحمد بن سهل البلخي، ومن الهند زي أبو بكر الجمبوري، ومن إيران زي أحمد النهاوندي. ده بيوريكي قد إيه التأثير العلمي كان ممتد والتواصل المعرفي كان كبير. مش بس الانتشار الجغرافي الواسع ده اللي مدهش، كمان العمق الزمني. 14 قرن، إزاي بنشوف الزمن ده متجسد في المعجم؟ بنشوفه واضح جدا في الشخصيات نفسها. يعني بنرجع لورا قوي للعصور الأولى، نلاقي واحد زي إبراهيم الفزاري العراقي، ده عاش في القرن الثامن أو التاسع الميلادي، وبيتقال إنه من أوائل لو ما كانش أول واحد عمل الاسترولاب في الإسلام أيام الخليفة المأمون. والاسترولاب ده جهاز فلكي ورياضي معقد جدا. وبعدين نوصل للعصر الذهبي للعلوم. في أسماء كبيرة من الفترة دي؟ أكيد. في مثلا أبو كامل شجاع بن أسلم الحاسب، ده جه بعد الخوارزمي في القرن التاسع أو العاشر، وكان له تأثير كبير جدا في الجبر والهندسة. وطبعا ما ينفعش ننسى محمد بن الحسن بن الهيثم في القرن العاشر والحادي عشر، العملاق بتاع البصريات والهندسة والرياضيات بشكل عام. وهل التقليد ده استمر بنفس القوة في العصور اللي بعد كده؟ المعجم بيورينا إن في استمرارية واضحة. يعني بنلاقي علي القلاصد الأندلسي في القرن ال15 اللي لسه جايبين سيرته بإسهاماته المهمة في الرموز الجبرية. ده معناه إن الإبداع ما توقفش. ونوصل لعصور أقرب لينا. أيوة، وده مهم عشان بيكسر فكرة إن الإسهام العلمي وقف. المعجم فيه شخصيات زي أحمد دقلة البسيوني المصري اللي توفى 1861، ومحمد الحباب المغربي توفى 1923. وحتى شخصيات معروفة في القرن العشرين زي الدكتور علي مصطفى مشرفة عالم الفيزياء والرياضيات المصري المعروف اللي توفى سنة 1950. الامتداد الزمني ده بيأكد إن العطاء العلمي كان متواصل حتى لو اختلفت وتيرته ومجالاته. طيب، انت قلتي إن المؤلف ركز على فروع معينة زي العدد والحساب والهندسة والجبر. هل بنشوف التنوع ده في تخصصات العلماء نفسهم بشكل واضح؟ بشكل كبير جدا. التراجم بتشير بوضوح للمجالات اللي كل عالم برع فيها. الحساب بأنواعه، الهوائي اللي هو الذهني، والغبار اللي هو على الألواح بيتكرر كتير قوي. الهندسة كمان النظرية والتطبيقية موجودة بقوة، والجبر والمقابلة طبعاً كمجال أساسي. طيب، وبالنسبة لعلم الفرائض، المواريث والفلك اللي هم ما كانوش التركيز الأساسي لكن مرتبطين بالرياضيات، مع إنهم ما كانوش المحور الأساسي بس ذكرهم بيتكرر كتير. الفرائض بالذات بنلاقيه كتير لأن عدد كبير من العلماء دول كانوا فقهاء أو قضاة، وحساب المواريث محتاج دقة رياضية عالية جدا. أكيد. وبرضو علم الفلك والهيئة والتنجيم وحساب المواقيت، دي كانت مجالات تطبيقية مهمة للرياضيات، وعلماء كتير جمعوا بينها وبين الرياضيات البحتة. هل في فروع رياضية تانية بتظهر بشكل متكرر؟ بنلاقي إشارات لعلم المساحة كتير، وعلم المثلثات وعلم التوقيت والميقات، ودي فروع ليها أهمية عملية كبيرة في الهندسة المعمارية والفلك والعبادات كمان. تمام. بعد النظرة العامة دي على الدافع والنطاق والتنوع، خلينا ندخل أعمق شوية في الإسهامات نفسها. ذكرنا كام اسم كده، بس إيه الإنجازات المميزة فعلا اللي بنلاقيها في المقتطفات؟ هنا الموضوع بيبقى شيق قوي. فعلا في كنوز حقيقية بتظهر في التفاصيل. قلنا إبراهيم الفزاري والأسطرلاب. أبو كامل شجاع بن أسلم الحاسب مثلا ما كانش بس عالم وخلاص، لأ، ده بيتوصف إنه بقى مرجع أساسي في الجبر والهندسة اللي جم بعده. يعني شغله كان أساس ناس تانية بنت عليه. وعلي القلاصاد الأندلسي والرموز الجبرية، دي تبدو نقلة مهمة قوي في التفكير الرياضي. بالظبط.
المقتطفات بتقول إنه كان من أوائل اللي استخدموا الرموز بشكل منظم عشان يعبروا عن العمليات والمتغيرات الجبرية. بيتقال إنه استخدم جيم للجذر وشين للمتغير من كلمة شيء، وميم للمربع من كلمة مال، وكاف للمكعب، وحتى لام للمساواة من كلمة يعدل. ياه، تخيل شكل الرياضيات قبل الرموز دي. التجريد كانت أساسية جداً لتطور الجبر اللي نعرفه النهاردة. وابن الهيثم إسهاماته بتتقدم إزاي في المقتطفات؟ طبعاً إسهاماته في البصريات والهندسة معروفة عالمياً، لكن المقتطفات بتروح لأبعد من كده شوية. بتلمح إن شغله بالذات في تحليل الحركة ممكن يكون مهد الطريق بشكل أو بآخر لأفكار نيوتن بعد كده. ده بيوريكي عمق تأثيره اللي استمر لقرون. هل في أمثلة تانية لأفكار رياضية متقدمة أو إنجازات تطبيقية مهمة؟ في مثلا أحمد بن إبراهيم الأوسي الغرناطي، بيذكر إنه أكد على إمكانية بناء أنظمة عددية على أسس تانية غير النظام العشري. دي فكرة سابقة لأوانها وبتدل على فهم عميق لطبيعة الأعداد. ده كلام كبير فعلاً. وفي الناحية التطبيقية بينسبوا لعلي بن يونس المصري إنه حسب قيمة جيب ساين زاوية 1 درجة بدقة عالية جداً، وكمان إنه اخترع البندول اللي بيستخدم في الساعات. الاتنين دول إنجازات ليها تطبيقات عملية واسعة جداً. وغير الإنجازات الفردية الكبيرة دي، في ظاهرة تانية باينة قوي، وهي كثرة الشروح والحواشي والتلخيصات لكتب قديمة. دي ملاحظة في مكانها تماماً ومهمة قوي. المعجم مليان بذكر علماء كرسوا جهدهم لشرح وتبسيط وتلخيص أعمال عباقرة قبلهم، زي شرح كتب إقليدس في الهندسة أو الخوارزمي في الجبر، أو أعمال علماء جيوا بعدهم زي ابن البناء المراكشي وابن الهايم والقلصادي وبهاء الدين العاملي وغيرهم كتير. ممكن حد يفكر إن ده مجرد تكرار، بس أكيد ليه معنى أعمق، مش كده؟ أكيد طبعاً. النشاط المكثف ده في الشرح والتلخيص مش مجرد تكرار، ده دليل على حيوية التقليد العلمي نفسه. دي عملية نقل للمعرفة وتطوير ليها. العلماء كانوا بيتفاعلوا مع شغل اللي قبلهم، يوضحوا الصعب فيه، يضيفوا عليه، يختصروه عشان يسهلوا تدريسه. ده اللي بيضمن إن المعرفة تتراكم وتنتشر. ده بناء مستمر، مش مجرد لحظات إبداع فردية وخلاص. وده ياخدنا النقطة تانية مهمة جداً، إن العلماء دول ما كانوش مجرد ناس بتفكر ومنعزلين في أبراجهم العاجية. الواضح إن كتير منهم كانوا جزء من حياة مجتمعاتهم وليهم أدوار تانية كتير. ده صحيح بشكل لافت جداً. لما تقرأ التراجم تكتشف إن لقب عالم رياضيات ده ما كانش غالباً هو الهوية الوحيدة للشخص. كتير منهم جمعوا بين تخصصهم الرياضي ومجالات معرفية تانية أو أدوار اجتماعية مهمة. يمكن أهم دور هو التدريس؟ بدون شك. بنلاقي إشارات كتير لمدرسين في مؤسسات تعليمية كبيرة ومشهورة في العالم الإسلامي كله، زي جامع الزيتونة في تونس، والقرويين في فيز بالمغرب، والأزهر في مصر، ومدارس الهندسة وغيرها. نقل العلم للأجيال اللي بعدهم كان جزء أساسي من هويتهم. ودورهم في القضاء والإدارة، بنلاقي عدد مش قليل من القضاء اللي كانوا مشهورين بمعرفتهم الدقيقة بالحساب وعلم الفرائض، وده كان ضروري جداً عشان يحلوا المشاكل بتاعة المواريث والمعاملات المالية والتجارية. يعني معرفتهم الرياضية كان ليها فايدة عملية مباشرة للناس. وفي كمان الارتباط الواضح بالطب، صح؟ أيوة، دي ظاهرة بتتكرر. دكاترة كبار كتير كانوا برضو علماء رياضيات، أو على الأقل فاهمين فيها كويس. أسماء زي ابن النفيس أو خلف الزهراوي اللي كان جراح عظيم بتورينا التداخل ده. النظرة الشاملة للمعرفة هي اللي كانت موجودة وقتها. هل في أدوار تانية بارزة بنشوفها في المعجم؟ في أدوار متنوعة، زي المؤقتين في المساجد اللي كانوا بيستخدموا الحسابات الفلكية والرياضية عشان يحددوا مواقيت الصلاة بالظبط. بنلاقي كتاب ومؤلفين جمعوا بين البراعة الأدبية والمعرفة الرياضية. بنلاقي مهندسين أشرفوا على بناء مباني مهمة زي القصور والمدارس والمستشفيات، وده طبعاً محتاج معرفة هندسية تطبيقية. وإيه طبيعة العلاقة بين الرياضيات والعلوم الشرعية بالتحديد؟ هل كان في تعارض؟ لا بالعكس تماماً. المعجم بيورينا علاقة تكامل قوية جداً. فقهاء كتير وعلماء حديث وتفسير كان عندهم معرفة كويسة بالرياضيات، وخصوصاً علم الفرائض زي ما قلنا. ما كانش في نظرة إن العلمين دول عكس بعض، لا، كانوا أدوات معرفية بتكمل بعض عشان نفهم العالم ونظم الحياة. وآخر نقطة،
يبدو إن طلب العلم نفسه كان مرتبط بالسفر والترحال كتير. صحيح جدا. قصص علماء كتير فيها رحلات طويلة بين المراكز العلمية المختلفة، من الأندلس للمغرب للمشرق وحتى الهند وآسيا الوسطى. كانوا بيسافروا عشان يتعلموا أو يدرسوا أو يشتغلوا، والحركة دي ساعدت بشكل كبير جدا في تبادل الأفكار والمعارف بين المناطق الواسعة دي. إذن اللي بنطلع بيه من الجولة دي في مقتطفات معجم الرياضيين العرب والمسلمين هو صورة لإرث علمي ضخم جدا، إرث متنوع جغرافيا وزمنيا وموضوعيا، واللي عملوه كانوا ناس فاعلين في مجتمعاتهم ليهم أدوار كتير. إرث أكبر بكتير من مجرد كام اسم مشهور بنسمع عنهم، وبيقدم صورة أغنى وأعمق لتاريخ الرياضيات في منطقتنا. بالظبط، وده بيوصلنا لفكرة أخيرة ممكن نسيب المستمع يفكر فيها. المؤلف نفسه الدكتور بالطيب زي ما قلنا في الأول بيعترف في مقدمة كتابه إنه اضطر يأجل أسماء كتير اكتشفها لطبعة جاية عشان المادة كانت غزيرة قوي. دي لوحدها حاجة تخلي الواحد يقف ويسأل. فعلا السؤال اللي بيطرح نفسه هنا بقوة هو: يا ترى قد إيه من التراث العلمي الواسع ده لسه ما اكتشفناهوش بالكامل، أو لسه مش فاهمينه في سياقه الصح، أو مش مقدرينه التقدير الكافي في حكايات تاريخ العلم اللي بنسمعها؟ والأهم يمكن، إيه هي الآليات الاجتماعية والثقافية والمادية اللي سمحت للإرث المعرفي الكبير ده إنه يتنقل عبر الأجيال دي كلها رغم كل الصعوبات؟ وإيه اللي ممكن نتعلمه من ده النهاردة عشان نحافظ ونقدر وندرس التراث ده وغيره من إنجازات الفكر الإنساني؟ سؤال عميق فعلا، ويفتح باب للتفكير في حاجات كتير قوي عن طريقة كتابة تاريخ العلوم وتقديمه، وتقدير المجهودات اللي بتحافظ على الذاكرة العلمية حية. شكرا جزيلا على الاستكشاف الممتع والغني ده. الشكر ليك على الفرصة دي لاستعراض جزء من العمل المهم ده.